طبعا رجعنا مع تكملة زمن الماضي التام، وزي ما اتفقنا احنا في الفيديو بتاع النهاردة احنا هناخد الروابط الزمنية اللي هي time conjunctions مع زمن الماضي التام. خلينا نشوف كده أول رابط زمني معانا. احنا معانا after و as soon as. طيب بيجي وراهم ايه دول؟ بيجي وراهم past perfect اللي هو ماضي تام، وبعد كده بيجي past simple اللي هو ماضي بسيط. طيب نشوف كده مثال. بنقول after she had studied her lessons، بعد ما هي ذاكرت دروسها she slept هي نامت. لو ملاحظين هنا after اهي جه وراها ماضي تام، وبعد كده جه وراها ماضي بسيط. طيب أنا كاتب هنا حدث أول وكاتب هنا حدث تاني. إيه بقى حدث أول وحدث تاني؟ زي ما احنا اتفقنا من الفيديو اللي فات إن الفعل الذي حدث أولا احنا بنكتبه في زمن الماضي التام. وأفتر وأس سون أز زي ما هو واضح على السبورة بيجي وراهم ماضي تام ماضي بسيط، فطبيعي ان يبقى الحدث الاول محطوط ماضي تام والحدث الثاني محطوط ماضي بسيط. فالراجل هنا بيقول after she had studied her lessons، بعد ما ذاكرت دروسها she slept هي نامت. يبقى اللي حصل الاول هنا ان هي ذاكرت دروسها وخلصت مذاكره وبعد كده نامت. فلما ذاكرت وخلصت المذاكره الاول حطيناها ماضي تام، بعد كده نامت حطيناها ماضي بسيط. نشوف جملة تانية ب as soon as. as soon as he had arrived، بمجرد ما وصل I left أنا غادرت. لو نلاحظ هنا as soon as جه وراها برضو ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط. طبعا مش محتاجين بقى نبقى فاهمين إن ده الحدث الأول، لأنه بطبيعة الحال ده اللي حصل الأول وهو كمان مكتوب ماضي تام، وبعد كده الحدث الثاني اتحط في زمن الماضي البسيط. طيب لو after و as soon as جم في نص الكلام في نص الجملة، القاعدة بتاعتهم هتبقى إيه؟ هيجي قبلهم past simple ماضي بسيط وبعد كده past perfect ماضي تام. طبعا هو كده كده after و as soon as دايما هيجي وراهم ماضي تام، يعني جم في النص جه وراهم ماضي تام، جم في الأول جه وراهم ماضي تام. وده شيء منطقي جدا، لأن كلمة after اللي هي بعد أو as soon as بمجرد أن لما تعوز ترتب حدثين وراهم فهيجي الحدث الأول وراهم. يقول لك بعد ما أكلت نمت، فأنا أكلت الأول وبعد كده نمت، فطبيعي انه لازما هيجي وراهم الحدث الاول، وطبيعي ان الحدث الاول زي ما احنا اتفقنا لازما يجي ماضي تام، لان وظيفة الماضي التام في الانجليزي ان هو يعبر عن الفعل الذي حدث اولا. في بعد كده قاعدة تانية مهمة جدا، هي مهمة جدا يعني فهنعمل عليها نجم اهو عشان نحدد الحاجة المهمة، ان after بيجي وراه فعل مزود ليه ing وبعد كده past simple ماضي بسيط. طب وقت بطبق القاعدة دي؟ بطبق القاعدة ديت اللي هي في حالة عدم وجود فاعل في الجملة الأولى. لما الجملة الأولى ما يبقاش فيها فاعل. بص معايا المثال ده. after وقلت لك had studied ولا studying ولا studied the light went out، النور قطع. لو نلاحظ هنا الجملة دي هنا مفيش هنا subject، مفيش فاعل، ما جبناش فاعل، ما قلناش after he after she after I، مفيش فاعل موجود، فبالتالي مش هينفع ناخد had studied، لكن هناخد الفعل المزود ده ing اللي هو studying. تبقى الجملة after studying بعد المذاكرة the light went out، النور قطع. نعيد تاني. احنا معروف ان زمن الماضي التام بيتكون من subject الفاعل plus had plus الباست participle التصريف التالي.
وافتر بيجي وراها ماضي تام، فاحنا منتظرين ان افتر يجي وراها فاعل وبعد كده يجي هاد وبعد كده يجي تصريف تاني. طب لو شلنا الفاعل من الجملة التكوين ده كله هيتهد ويتبقى لنا بس الفعل المزود ليه ing. يعني after he had arrived بتساوي after arriving. after we had eaten بتساوي after eating. after we had watched بتساوي after watching. هنا احنا بنحذف الفاعل فبنحذف had كمان وبنجيب الفعل في المزود ليه ing. في معانا بعد كده برضو كلمة مهمة جدا اسمها having، وhaving دي بيجي وراها تصريف تالت بس وبعد كده ماضي بسيط. يعني نقول after I had eaten my lunch I left، يبقى ادي after اهي جاي وراها ماضي تام اهو بتساوي having eaten، جبنا التصريف التالت بس having eaten my lunch I left. يبقى having دي مهمة جدا وبيجي وراها بس التصريف التالت فقط وبعد كده ماضي بسيط. يبقى احنا عندنا هنا انا هقول مثال واوضح قوي الثلاث حالات اللي انا قلتهم. after بيجي وراها ماضي تام ماضي بسيط. after she had studied بعد ما هي ذاكرت she answered the questions هي جاوبت الأسئلة بتساوي after studying. لو مفيش فاعل لو ما قلتش she فهقول studying بتساوي having ويجي وراها التصريف التالت بس having studied. تمام كده يبقى احنا قلنا after و as soon as في أول الجملة وقلناهم في نص الجملة وخدنا البدايل بتاعتهم اللي هم after زائد الفعل المزود ل ing في حالة عدم وجود الفاعل وhaving زائد التصريف الثالث فقط في حالة ما احنا بنستخدم having مكان after. كده احنا خلصنا الجزء ده من الروابط الزمنية مع زمن الماضي التام، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي مع باقي الروابط زي before و by the time و until و till.